قصة سمعتها بواسطة ثقة، التي هي زوجة شيخي وأستاذي في الدكتوراه بجامعة الأزهر الشريف، سيدة كبيرة في السن حين حدثتنا بهذا، يعني كان عمرها فوق 70. تحدثنا عن سورة ياسين. قصة صايرة معاها عملية، مش قيل عن قال، مش عن الصحابة، لا، هذه واقعية حية، ما زال صاحبتها حية ترزق، وهي في مقتبل العمر. تقول وهي كانت شابة صغيرة، نعم، وكانت مخطوبة لشيخي لأستاذي الله يرحمه، نعم، لكن كانت الأمور كلها أمامهم مسودة، والطرق والسبل بيسموها بالمصري معصلجة، يعني الأمور مغلقة، ما فيش الأمور غير مقضية، ما فيش طريق مفتوح قدامهم. وعند 2 أخواتها تخرجوا وعاطلين عن العمل، ما لقوش خدمة، فالدنيا مسودة في وجهها. الله تعالى ألهمها، قالت أنا ليش ما نقرأ ياسين؟ فصارت مرات الشيخ وهي نزلت بنت صغيرة، قالت مسكت ياسين طول النهار، كل ما نشوف روحي فاضية نقرأ ياسين، يعني تقرأها في النهار 20 30 40 مرة ياسين. قالت يوم من الأيام وهي مستلقية على سريرها في الصحو كامل، الصحو ما هيش نايمة، في صحو كامل، ما التقي إلا رجل لابس أبيض ذو لحية بيضاء قاعد عند رجليها. قال أنت بتقرأ ياسين ليه؟ باللهجة هذه. قلت له ما نقراش ياسين، وما خافتش منه، مش مزعج، ريحته طيبة، مريح يدخل عليه. قال أنت بتقرأ ياسين ليه؟ قلت له ما نقراش ياسين ليه؟ أنا عاطلة عن العمل، وزواجي متعثر، وأخواتي 2 عاطلين عن الشغل، ليش حتى ما نقراش ياسين؟ قال يلا توكل على الله، خير. تحبي حاجة أخرى؟ شو قال لها؟ تحبي حاجة أخرى؟ تحبيش حاجة أخرى؟ قلت له لا، تحبش حاجة شيء آخر، ومشي. تقول ما ثماش أسبوع، ما فيش أسبوع، أخواتها 2 ولا واحد هو أخوها شكي، لا أخوها متخرج من كليتين، عنده 2 ليسانس، ما لقاش خدمة، نادوه الكليتين خدموه عنده، وهي وزوجها تزوجوا وتيسرت أمورهم، وزوجها وهي وزوجها راحوا إعارة على السعودية، قعدوا 8 سنين وبنوا بالشقة، وصار عندهم سيارتين، والأولاد أطباء ودكاترة، ومشيت معاهم وساكنين أحسن سكنة وعايشين أحسن عيشة. هذه حبيت نعطيها لكم بشارة عملية، ما هياش حاجة قيل عن قال، لا، صاحبتها ما زالت حية ترزق، لكن مسكت ياسين. الرسول صادق مصدوق، قال من قرأ ياسين في صدر النهار قضيت حوائجه، لأن هناك ملائكة موكلين بصوت ياسين، فحين تقرأها أنت كثيرا يأتي إليك الملك ويجلس معك، الموكل بسورة ياسين.